الشهرة مش دايما نجاة، أحيانا بتكون المصيدة. قصة من أكتر القصص جدلا على السوشيال ميديا، البلوجر المصري المعروف بشاكر محظور دلوقتي، أو زي ما بيحب يوصف نفسه دنجوان التيك توك. تم القبض عليه جوه كافيه في مدينتي، المكان اللي بدأ فيه لايفات من زمان انتهى فيه النهارده برضه نهاية مؤقتة. محمد شاكر حمزة، ضابط شرطة سابق، اتحول خلال الشهور اللي فاتت لنجم من نجوم التيك توك. لايفات بتدخل ملايين، والشهرة ده غير ان الشهرة عدت حدود المنصات، وجدل ما بين معجبين ورافضين. لكن كان في ملف مفتوح من شهور، بلاغات للنائب العام، تهرب ضريبي، ارباح غير معلنة، ده غير استغلال منصات رقمية بدون رقابة. والنهارده كده القانون قال كلمته. لحد دلوقتي مفيش تصريح رسمي من النيابة عن التهم المحددة الدقيقة، لكن المشهد واضح، في تحقيق، في تحفظات، وفي أسئلة كتير مستنيين ليها إجابة. هل هي بداية النهاية ولا مجرد فصل جديد من قصص شاكر؟ تابعونا في اللي جاي.